صاحب معمل عنده مهندس شاطر ويعتمدوا عليه، وهو بيحبه له المهندس، والمهندس بيحب صاحب الشركة والمعمل. المهندس بده يتزوج، من إكرام صاحب العمل له يعني وقربه من صاحب العمل، وصاحب العمل فعلا يعتمد عليه في الإدارة وفي كثير من المسؤوليات، وقع في خاطره أنه هذا صاحب العمل عنده بنت بركي بيخطبها، فبعت أمه، هو أمه عم تدور له، قال له ماما والله صاحب الشركة عنده يعني وبيحبني، روحي شوفيها. الأم دقت للنساء يعني لبيت، وأخذوا موعد، راحوا. لما دخلوا بقى صاحب العمل ثري جدا، هذا الشاب المهندس عادي ذكي وشاطر ودين وأديب وله مستقبل، بس بقى هلأ وضعه عادي. فأمه لهالشاب المهندس راحت لبيت لعند زوجة صاحب العمل، هن عم يتعارفوا، قالت له والله أنا ابني. مين ابنك؟ والله أنا ابني المدير عندكم بالشركة فلان الفلاني، وبيعرفوا يعني أبوه للبنت. خير إن شاء الله، انتهت الجلسة مشيت. لما إجا صاحب العمل المساء، قالت له مرته، قالت له اليوم إجانا خطابين لبنتك. مين؟ قالت له المدير اللي عندك اسمه فلان الفلاني، موظف عادي. ثاني يوم بيجي على الشغل هذا صاحب العمل، بشوف المدير، بيقول له أنت امبارح باعت أمك لعنا تخطب بنتي؟ قال له إيه؟ قال له أنت ما بتعرف إنه لحم كتافك من خيري؟ شلون بتبعت أمك لعندي؟ يعني أنت مين ونحن مين؟ كسر بخاطره هذا المهندس، شو بده يحكي يعني؟ ما تكلم شيئا. تمر الأيام، المعمل بيضعف، بتقل العمل به، الشاب هذا بيترك المعمل، بيبحث عن عمل آخر، بيشتغل، الله بيفتح عليه، بيجي مين بيشاركه، بيصير الشاب هذا عنده معمل. وبعد سنوات طوال، هذا الشاب المهندس اللي هلأ تزوج صار عنده معمل، بيجي واحد بده يشتغل عنده. مين اللي بده يشتغل عنده؟ صاحب المعمل القديم، انكسر وفلس، وهلأ إجا قال له تشغلني عندك أجير. يا إخوان الله بيخوفها، ما حدا يفكر حاله إنه أنت بتعرف نحن بيت مين، وأنتوا كلكم شايفين، بس وأنا شايف شغلات عجيبة. أنا شايف يا إخوان طبيب قلبية بيموت بمرض القلب، مات. طبيب تغذية بيطلع معه 3 جلطات قلبية. الله وكيلكم، كل ما بنقعد معه صديق لأنه هو بس كبير بالعمر، كل ما بنقعد معه لكن نكون قاعدين يعني هيك قاعدة عادي، بيقلنا كلوا هيك لأنه هذا الأكل منيح للشرايين، لا تاكلوا هيك لأنه هذا الأكل للقلب، اشربوا هيك لأنه هذا الشرب منيح للعظم، لا تشربوا هيك لأنه هذا الشرب. وأكلوا على البيكار بيجيب شغلات عجيبة، يعني بيجيب قمح، بذار القمح، بيحكي لنا كان قصص، بيقول هو بيساويها هيك، إنه مثلا هي القمحات تجي أنت بتحطها بقلب مي وبتحطها بالبراد، بعد يومين ما بعرف بينفتح هيك شيء منه بيطلع، هلأ كلها هي فيها غذاء خير الله، أكلوا هيك على البيكار. غاب عن في عمل نعمله معا، غاب خير شبه، قال والله بالمستشفى. شو؟ 3 جلطات قلبية. لكن مو على أساس أنت طبيب تغذية وعلى البيكار. سباح عالمي بيموت بالبحر. ابن شيخ بيسرق، نسأل الله السلام. والله في شغلات عجيبة يا أخوان، لك ابن شيخ، أبوه شيخ فاضل كذا وبيربي ناس، الابن حرامي. الله أكبر. أنا يعني عم بقول ليش هيك عم بيصير يا أخوان؟ عم بيصير عشان ما حدا يقول أنا، يعني أنا شيخ. إذا كنت شيخ تفضل ركز لنا أولادك، أنت لا شيء، هذا فضل إلهي يتجلى على العباد. بس ابن غني بمد إيده على الحرام. والله مرة رجل يعني هيك ابنه سارق، إجا قال لي مشان الله شو بدنا نخلص من هالورطة، وأبوه عاطيه مصاري نهر هيك. شيء عجيب يا أخوان. لذلك يا شباب كلاتكم يعني في قرارة نفسك قل لا إله إلا الله، لا تعجب لا بطول ولا بقوة ولا بنضارة.